الصدفية من الأمراض المناعية اللي بتسوء بزيادة الالتهابات في الجسم، وعشان نحسن من حالة المرض نحاول نبعد عن الأكلات اللي بتزود الالتهابات زي السكريات والمعجنات وكمان الدهون المتحولة والدهون المشبعة. فنبعد عن الأكلات الجاهزة والمصنعة واللي بيكون فيها دهون متحولة ومواد حافظة، ونقلل من كمية الدهون في الطبخ. وأفضل نظام غذائي لتقليل الالتهابات في الجسم هو نظام الميديترينيان دايت، اللي هو نظام دايت البحر المتوسط، وده بيعتمد على تناول الأسماك مرتين في الأسبوع، ويفضل تكون الأسماك الدهنية سالمون أو ماكريل أو تونة، ومعظم الدهون المستخدمة تكون من زيت الزيتون. ونكتر من الخضروات والفاكهة قدر المستطاع مع تناول المكسرات. والبقول نتناولها مرتين في الأسبوع، ومنتجات الألبان يفضل تكون قليلة الدسم، أما البروتين الحيواني نستهلكه باعتدال باقي الأسبوع. ودي النصائح العامة لمرضى الصدفية. لكن في أكلات فردية بيكون رد فعل الجسم ليها حالة مختلفة، فممكن حالة تتحسن لو غير النظام النباتي، وممكن شخص آخر بيتعب لما بيتناول نباتات النايت شيدز زي الفلفل والطماطم والبطاطس والبتنجان. وممكن شخص آخر يتحسن لما يبعد عن الحليب ومنتجات الألبان، وممكن شخص آخر يتحسن لما يبعد عن منتجات الجلوتين اللي فيها جلوتين زي الدقيق الأبيض. فما تقررش تبعد عن كل المنتجات دي، وجرب رد فعل جسمك انت، وابعد عن الحاجات اللي بتسوء من حالتك انت، لان كل الاكلات دي مفيدة ورد فعل الجسم بيكون مختلف من شخص لآخر. واخيرا في دراسة بتثبت دور الميكروبيوم في تحسين حالة مرضى الصدفية، فنهتم بالبروبايوتيك والبريبايوتيك سواء من الأكلات أو من المكملات الغذائية. ولو عايز تعرف إيه الأكلات اللي بتحسن من صحة بكتيريا الأمعاء الميكروبيوم هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.